الله، هو ده النادي الاهلي؟ ايوه هو. وسام ابو علي اهو النجم بتاعنا اللي احنا جايين نتعاقد معاه. السلام عليكم، لو سمحت احنا كنا جايين بس عشان خاطر نشوف وسام ابو علي ونقدر ان احنا 12 مليون دولار. دولار ينطح دولار، طالما تفتح معايا بس مجرد سيره وسام ابو علي يبقى احنا كده في الصلاه على النبي بنتكلم في 12 مليون دولار. انا لسه ما كملتش كلامي، 12 مليون على طول. مش مشكله، مش مشكله الفلوس، بس ده لعيب جامد جدا. طيب لو سمحت احنا عايزين بقى ايه، نقدم له عرض رسمي عشان 14 مليون دولار. طالما الموضوع وصل بقى ان في مفاوضات جاده وهتبعتوا عرض رسمي والكلام ده كله والموضوع ده كان في الجد، يبقى 14 مليون دولار. اصلا ما اقدرش افرط فيه، انا لو بعته مش هعرف اجيب زيه. ليه المبالغه دي كلها وانا هجيب كريستيانو؟ بس الواد يستاهل. بص بص بص، الواد نهاري جامد جدا، يستاهل، مش مشكله. طيب خلاص احنا عايزين نحدد ميعاد عشان خاطر نقعد مع اللاعب 20 مليون دولار. طالما بقى انت نويت وحددت وخلاص وعايز تقعد معاه يبقى 20 مليون دولار. اصل انا اللعيب ده مش هجيبه تاني، ده فلته، ده جالي كده بالصدفه. تمام، 20 مليون دولار. اقول لك خليهم 25 واديك مع وسام ابو علي محمد هاني وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشه، ونبقى كده احنا اللي الكسبانين.